لجنة الانضباط أو لجنة الأندية أو رابطة الأندية أو اللجنة المسؤولة عن العقوبات آه، قررت 200,000 جنيه غرامة على جمهور الأهلي ومنعه من حضور ماتشين عشان السباب اللي حصل في المباراة. أنا هتكلم بس في نقطتين. أول نقطة، لو الكلام ده كان حصل يبقى جمهور الأهلي يستاهل بمنتهى الصراحة. ما تبقى فرقتك غالبة وتشتم أي حد بقى، مش فارقة معايا أنت شتمت مين. يبقى انت جمهور او الناس اللي كانت موجودة، عشان الواحد ما يعممش يعني، يبقى انت بتستهبل وبتستعبط وانت اللي بتضر فرقتك. لما دلوقتي هيحصل كده، الماتش بتاع المصري بقى من غير جمهور وانت السبب. ماتش زي ده بعد بعد هزيمة بيراميدز وفوزك على حرس الحدود، يبقى الاهلي واللعيبة كانت عايزة الدعم الجماهيري في ماتش المصري، لان المصري من اقوى الفرق اللي موجودة في الدوري. فما تعمل كده يبقى انت اللي بتضر فرقتك، تمام؟ وانت السبب لو حصل لا قدر الله اي حاجه. يبقى الجمهور اللي كان موجود او القله اللي عملت الموضوع تستاهل، تمام؟ دي اول نقطه. تاني نقطه، في نفس اليوم كان في برضه مباراه بين فرقه اسمها بيراميدز وفرقه فاركو، وبعد المباراه حصلت مشاده وخناقات. هي لجنة العقوبات ما طلعتش عقوبات ليه على على بيراميدز او على فاركو، على الغلطان يعني؟ ولا محدش شاف الخناقة منكم؟ وما جاتش في تقرير الحكم وما جاتش في تقرير المراقب؟ طب والكاميرات ما كانتش موجودة؟ المقاطع اللي نزلت دي ما كانتش موجودة؟ ولا العقوبات اللي على الاهلي بس علشان ترجعوا تقولوا ان احنا سوينا جمهور الاهلي وجمهور الزمالك؟ لما دول شتموا دول اتوقفوا، واما دول شتموا دول اتوقفوا. ده اللي انتوا قصدكوا عليه، لكن باقي الفرق مش مهم. اهم حاجة عندكم الاهلي والزمالك، او اهم حاجة عندكم دلوقتي الاهلي، صح؟ على العموم، على العموم الموضوع بتاع الرابطة والعقوبات والكلام ده كله، دي حاجة مفروض ان مسؤولي النادي الاهلي هم اللي يمسكوش عليها، خاصة لما يبقى في حادثة في نفس اليوم، زي في نفس اليوم ده قبلها كمان. يعني انت لما اجتمعت عشان خاطر جماهير الاهلي شتمت، وما اجتمعتش عشان خاطر الخناقة اللي حصلت من لعيبة بيراميدز. بأي منطق؟ مادام نزلت عقوبات عشان خاطر نفس اليوم، وهو في نفس اليوم، يا ريته بقى بعدها او حتى بعد المباراة او بعد اليوم او بعد مباراة الاهلي او بعد او في يوم تاني. لا، ده قبلها وفي نفس اليوم. متخيل؟ بس في الاخر خالص ممكن نرجع لكلام ايهاب الكومي العضو السابق لاتحاد الكرة والكلام اللي قاله، وساعتها كل حاجة هتبان إذا كان الكلام ده صح ولا غلط. بس اللي بيحصل يبان إن كان كلام إيهاب الكومي كلام مظبوط وفي محله، وفعلا في توجهات كتير عشان خاطر نكمل الاستثمار الموجود.